السلام. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع، ماشي بحال اي موضوع اللي متعلق بحياتك انت او انت. النجاح في الحياة ماشي كلمة عادية او حلم. اي بزاف ديال الناس كيحلموا يكونوا ناجحين في هاد الدنيا، ولكن الحلم راه كيبقى غير حلم. حقاش الا جينا نشوفوا الارض الواقع، شحال في نظرك غيكونوا ديال الناس اللي كيحلموا يكونوا ناجحين؟ غتلقى واحد 99.99% ديال الناس. ولكن واش هاد الناس كاملين غينجحوا؟ الجواب بطبيعة الحال هو لا. ماكسيموم غينجحوا واحد 7 حتى 10% ديال الناس. هاد الناس اللي وصلوا ماشي عندهم الزهر ولا الفلوس، حقاش اغلبيه كيبدا من الزيرو. هذه هي الحلاوه ديال النجاح. ولكن غتلقاهم كيتميزوا بشي صفات في العادات اليوميه ديالهم اللي خلاهم يكونوا متميزين على الناس، وهكا كيرسموا الطريق ديالهم بيديهم. اليوم غنعطيكم هاد العادات من خلال واحد الدراسه اللي دارت على اكثر من 177 واحد اللي نجحوا في هاد الدنيا. ملاحظة، حنا عارفين ماشي كلشي كيعيش نفس الظروف، ولكن راه خاصك تنجح، ما عندكش عذر. هذه هي أهم قاعدة في النجاح، هي تكون عندك واحد الرؤية واضحة على شنو باغي. وراه إلا ما كانتش عندك هاد النظرة راه غتضيع حياتك كاملة، بغض النظر على الهدف ديالك دابا. ولكن راه خص ضروري تحطو قدام عينيك. تخيل معايا عندك الفلوس باش تشري مثلا احسن طياره في العالم، وركبتي فيها وطرتي في السماء، وصلتي لنص الطريق وتلفتي ومشيتي لبلاصه الخطا. وهكا الحياه، الا ما كنتيش عارف الهدف ديالك اللي غتمشي فيه في الطريق، فراه غتلف على الطريق. ضروري تعرف راسك اش باغي، وهكا غتسهل عليك الطريق باش انت تكون ناجح. الفلوس ماشي هي اهم حاجه اللي كيقلبوا عليها الناس اللي لاباس عليهم، ولكن كيقلبوا على الوقت اللي مهم جدا بالنسبه ليهم. احسن استثمار اللي ممكن يديروا الواحد هو ينفيستي في وقته. حاليا جينا في واحد الوقت اللي بنادم ولا هذا غير ستوريات في انستغرام فيسبوك، ونساو باللي العمر كيطير. سير عند شي واحد كبير في العمر في داركم ولا كتعرفوا، وسولوه على شنو هي اكثر حاجه ندم عليها في هذه الحياه. غيقول لك الوقت. حقاش حتى كبروا عاد وعاو باللي الوقت هي اهم حاجه كنكسبوها في هذه الحياه. هادشي علاش خص اي دقيقه من وقتك تستغلها في شي حاجه كتنفعك، وما تضيعوش في الخوا الخاوي. الا كنتي كتنعس ما بين 8 حتى 7 سوايع في النهار، فراه عندي لك واحد الخبار زوينه. جا في واحد البحث دار على 89 ديال الناس ناجحين، كتلقاهم كينعسوا 8 سوايع في النهار. راه كاينه علاقه كبيره بين النعاس والنجاح. الا ما كنتيش كتنعس، عقلك ما غياخدش داك المده الكافيه ديال الراحه ديالو، وبالتالي فراه ما غيعطيكش واحد المردوديه اللي كتسناها في النهار ديالك. انا ما غنقولكش داك الهضره ديال الجسم السليم في العقل السليم، ولكن غنقولك حاجه وحده. الا ما كنتيش كتريني واخا غير 30 دقيقه في نهارك، راه والله العظيم الا مضيع راسك، وما غتحش بالسعاده والدوبامين اللي كيتفرس في الجسم ديال الانسان اللي كيتريني. الجسم ديالك هو الوسيله اللي كتمشي فيها في طريق النجاح ديالك. الرياضه كتخليك تحسن الحاله النفسيه ديالك. راه الا جيت ندوي على الفوائد ديال الرياضه، راه والله ما غنسالي، ولكن اللي غنقول لك هي نو ترين يا صاحبي. كل نهار قول بلي هذا النهار غيكون احسن من البارح. هنا عقلك الباطني غيتيق هاد الهضره اللي قلتي ليه، واوتوماتيكمون القدرات الفكريه ديالك غتلقاهم كيتحسنوا، وعقلك غيعطي كاع داكشي اللي وجدو باش بصح يكون هاد النهار احسن من البارح. خص ديما تكون ايجابي مع راسك، وتحاول ما تهضرش على راسك بالخايب. هكا غتلقى راسك بديتي السيطره على عقلك، وهكا راه غتعاون راسك على باش تكون واحد الانسان اللي ناجح 100%. وريني صحابك نوريك مستقبلك. النجاح ديالك مرتبط بالنجاح ديال الناس اللي كتدوز معاهم نهار. الا كنتي كتعرف غير الناس اللي كتفلا، فراه حتى انت غتولي كتفلا بحالهم وما غتستافد منهم والو. هادشي علاش خص ديما تعرف الناس اللي واعيين، غتلقاهم ديما في جنبك وكيعاونوك وكيحفزوك باش انت تكون واعر. هادشي ماشي قلتو لك حقاش كنطيح من الناس اللي كتعرف دابا، ولكن صديقي هذه هي الحياة. ما خصك تضيعها مع شي واحد ما غيفيدك في والو.
ما عمرك تسنى راسك حتى تكون محفز وموتيفي عاد تنوض تبقى تقلب على كيفاش تنجح، ولكن خص تكون متميز بالانضباط ديالك. مثلا كتقول باللي كل نهار غتبقى تفيق مع 6 الصباح مثلا، النهار الاول كتفيق، النهار الثاني كتفيق، ولكن النهار الثالث كتقول هذا النهار ما عنديش الكانه خليني ناعس. هادشي ماشي مزيان، بقاش ديما حياة ما والو. الا كنتي كتطبق الانضباط ديالك في الحياة ديالك فراه غتلقى راسك طورتي بواحد الشكل اللي كبير بزاف. خصك ديما تنضبط في الهضره ديالك. مثلا الصباح كنتي كتريني خصك ديما كتريني، كنتي كتقرا شي كتاب خصك ديما تقرا شي كتاب، ماشي غير كدوي على الخاوي. الناس اللي ناجحين ديما كيطبقوا داكشي اللي كيقولوا وماشي غير داوين في الخاوي. كاملين عندنا حياة وحدة، خصنا نستغلوها في تحقيق الهدف ديالنا. ما قلتش لك هاد الهضره باش نحفزك، ولكن باغي تكون حسن من دابا. وحتى انت علاش لا ما تكون شي شخصيه واعره في المستقبل، ماشي تكون عايش غير باش تسنى عايش وصافي. ما سخيتش بكم ولكن جا الوقت باش نقول لكم تهلاو.